اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا خلطة مميزة لعمل اغلب حشوة الحلويات زي الكنافة والقطايف والبسبوسة وممكن الكيكات والجلاش. اول حاجة هنجيب السوداني المقشر مخصوص هو للحلويات، وهنبتدي نضربه ضربة خفيفة في المطحنة، او ممكن نحطه في كيس بلاستيك ونضربه باي حاجة تكون جامدة زي النشابة مثلا لغاية نتفتفت معانا، ويبقى قوامه بالشكل ده تقريبا. احنا مش عايزينه ناعم، احنا عايزينه بس مجروش. وبعد كده عندنا جوز هند وعندنا زبيب اي كمية ترغبوا فيها، كل واحد وعلى حسب رغبته. هنبتدي نحطهم مع السوداني بعد ما جرشناه، ونبتدي نقلبهم مع بعض، وبكده نقدر نستخدمهم في اي حلويات شرقية عندنا. واتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.